يا اهلا بكم لكم التكنولوجيا. وعلى طول كنت بعمل مقارنات ما بين الايربودز الاصليه والايربودز التقليد، وعلى طول المقارنات دي كانت حاجه بتكون بص هي صيني بس كويسه، هي تمام يعني. بص هي فيها فيتشرز شبه الاصليه، بص هي شبه الاصليه جدا الصراحه كشكل، بس كصوت ما تعتمدش عليها. وبصراحه لما الشركه دي كانت كلمتني وقالت لي يوسف ما تيجي تعمل ريفيو الايربودز زي الاصليه، انا كنت بقول لهم طب ابعتوها ولو كده نعمل لها ريل ولا نعمل لها شورت كده نتكلم عليها في لحظه. بس بعد ما سمعت الصوت اللي طالع من البادز 3 والبادز برو بصراحه انا انبهرت. تعالى اكلمكم النهارده على الشركه الغريبه اللي انا اول مره اسمع عنها، وبتجربتي لمنتجاتها بصراحه كصوت تكسب. يلا بينا. طب يا جماعه بصراحه العلب دي علب فاضيه عشان احنا اوريدي عملنا انبوكسنج وفتحناها وصورناها وكتبنا السكريبت وعملنا كل الحاجات اللي انتوا عارفينها بتاعت السماعات، فدي اصلا علب فاضيه. السماعات موجوده من اول فيديو هناك بس انت كنتوش شايفينها. دي الايربودز برو 2 حطيتها بس عشان المقارنه، ودي البادز 3 ودي البادز برو بتوع ماجنتك. وكل السماعات دي عليها ضمان من الوكيل وهو موبايل سيتي لمده سنه. خلينا بقى نجرب السماعات دي ونوريكم صوت المايك واشرح لكم حاجات كده غريبه عنها. جاهزين؟ يلا بينا. يا جماعه مين معاه ايفون هنا؟ طيب ممكن كده موبايلك بليز، عشان بس عايز اوريكم تجربه كونكشن لموبايل جديده. هي اوريدي كانت كونكتد لموبايلي وكده، فانا عايز اوريكم موبايل اول مره نستخدمه. بليز كده هات الموبايل ده. شكرا. ده ايفون 13. ما تعرفش على الحاجات دي قبل كده. كل اللي هنعمله بص بس على السهوله، هتمسك كده البتاع جنب الموبايل، هتفتحها، هيجي لك هنا نوت يور ايربودز برو، هتقول له كونكت، يقول لك دوس على الزرار، هتدوس على الزرار كونكتد او كونكتنج دلوقتي، هياخد لحظه. بعد كده دلوقتي السماعات كونكتد، يقول لك شويه حاجات بقى انت ممكن تعمل ميديا كنترول مش عارف ايه، فكك البطاريه 100% والكيس 19%. ده انا عارف ان دي فيتشر كانت موجوده من زمان، ولكن خلي في علمكم ان ابل نزلت سوفت وير ابديت قفل الميزه دي، حتى كل الحاجات اللي كانت موجوده في السوق اللي كانت بتدعم ده ما بقتش شغاله شويه. ركز معايا بقى عشان الحته اللي جايه دي جامده قوي. لما تشيل السماعه كده طف ودنك بيعمل لك الصوت بتاع ابل اللي هو ترن، اللي هي معناها السماعه اتحط جوه ودنك او كونكتد بموبايل وهي جوه ودنك. بص بقى الحته دي، تنزل كده من السيتنجز، تدوس على السماعه، هتلاقي النويز كنترول بتاعها فيها ترانسبيرنسي، والترانسبيرنسي فعلا شغال. فعلا الميكروفون بتاع السماعه دي فيه ميكروفون خارجي وبيعمل ترانسبيرنسي، والنويز كانسليشن شغال في سماعه شبه الاصليه. مفيش حاجه في السوق لو قلت لي ماركه ايه بتعمل كده، مش موجوده. اوكي دلوقتي انا مشغل مزيكا على انغامي، عندنا اوبشن ان احنا نفتح السبيشالايز اوديو اللي هو الاوديو يكون بيلف حواليك، ولكن دي اوبشن موجوده بس جوه الابلكيشن، مفيش صوت بيلف حواليك هنا، صوت هنا ما بيلفش، دي اوبشن مش موجود لا الهيد تراك ده او كده. ولكن الموجود فعلا هو النويز كنترول. لو جيت عملت ترانسبيرنسي انا فعلا سامع صوتي اكتر وسامع الناس اكتر، لو اي حد بيتكلم صوته هيدخل جوه وداني. دي حاجه ما كانتش موجوده قبل كده. ده في اي ريفيو خصوصا السماعات بجرب السماعه كده كام يوم، بعد كده اروح مديها كده لعبد الرحمن اقول له عبد الرحمن بقول لك ايه، خد كده روح بيها، روح بيها الجيم كده، امشي بيها كام يوم وقول لي رايك فيها. عبد الرحمن رجع لي يقول لي بص بقول لك ايه، السماعه دي غريبه، السماعه دي هي ازاي كده. طبعا لو هنقارن مقارنه عازله منها مثلا لو بين الايربودز برو 2 مفيش مقارنه. لو هنقارنها بالبرو 1 في مقارنه، البرو 1 احسن شويتين بس هي ما زالت سماعه كويسه، هي دي احسن نويز كانسليشن في سماعه موجوده في السوق غير الايربودز الاصليه طبعا. على الناحيه الثانيه بقى عندهم السماعه الارخص شويه سعرا، وهتلاقوا السعر مكتوب على الشاشه، مكتوب في الديسكربشن وفي لينكس وفي كل حاجه، وهي البادز 3. دي شبه الايربودز 3 اللي هي ما فيهاش اي نوع من الكاوتش او اي نوع من الحاجات، هي مجرد الشكل كده بس. فكره هي شكلها شبه الاصليه جدا، ولكن في كذا حاجه شبه الاصليه، فهي دي مش حاجه مميزه. خلينا بس نكونكت الموبايل عشان نسيت الموضوع ده. ماشي نكونكت كده السماعه اول مره، كونكت، دوس على الزرار، دوست على الزرار، كونكتنج، كونكت، سهوله. عايز اتكلم معاكم عن جوده الصوت، بعد كده هدخل على طول معاكم في اخر حاجه وهي المايك. جوده الصوت كايربودز 3 فيرسز البادز برو، الفرق بينهم هما الاثنين هو واحده بتعمل صوت تريبل احلى كتير قوي، والتانيه بتدي صوت مكتوم، صوت اللي هو بيزي شويه، وطبعا مع عزل صوت رهيب. وهنا مفيش اي نوع من العزل عشان هي كده ما فيهاش كاوتش، ما فيهاش اي حاجه، دي فيها ميكروفون وفيها بروسيسور مش فاهم ازاي عملوها بيعزل صوت. ودلوقتي خلينا نروح لتجربه المايك بتاع السماعه. اوكي السماعات كونكتد، خليها بقى دلوقتي نروح للفويس ميمز نسجل. اوكي نتاكد الصوت طالع من السماعه. جاهزين؟ دلوقتي الصوت اللي بتسمعوه ده جاي من البادز برو، جاي من صوت البادز برو. حد كده يتكلم في الباك جراوند كده يقول لنا اي حاجه. ازيك يا استاذ جاستن، ايه اخبارك؟ ماشي انا دلوقتي مكمل اتكلم كلام وجاستن بيتكلم في الباك جراوند، وهل الصوت هيطلع وحش؟ هل الصوت هيطلع حلو؟ دي حاجه حلوه قوي. خلينا دلوقتي بقى نجرب من البادز 3 مايك. ده
تست مايك البادز 3. مايك هنا متهيألي اعلى سنه من البادز برو، ولكن انا مش عارف فرق في الصوت. انتوا هتقيموا، دي تجربه ليكم انتوا، انا ما اعرفش في الصوت. انا ممكن بقى بعد الايديت اكتشف فرق الصوت. ولكن انتوا ايه رايكم؟ دي المايكس، ولو قارنت لكم يا جماعه المايكس دي بالمايك بتاع الايربودز برو 1، هي للاسف مش معايا دلوقتي، مش بعيد خالص المايك ده يكون انضف من الايربودز برو 1. برو 2 المايك بتاعها اتطور جدا جدا وبقى احسن منهم بكتير، خلينا برضو نجربه ليكم عشان بس تعرفوا الفرق بينهم. ده بقى مايك الايربودز برو 2، يعني اكيد اكيد حاسين بالكواليتي فرق. انت بتتكلم برضو عن 10000 جنيه، 1000 ونص و1000 جنيه حاجه كده. الاسعار برضه أنا مش متاكد منها بالرقم، بس هتلاقوها على الشاشه، هتلاقوها في كل حته. فده فرق السعر، يعني انت لما تدفع 10000 جنيه اكيد هتاخد كونكشن احسن، هتاخد كواليتي احسن، هتاخد عزل احسن، ولكن في الاخر 10000 جنيه ضد 1000 جنيه. دي كانت ريفيو لسماعات غريبه، انا ما كنتش متوقع انها تطلع كويسه، وانا بستلم السماعه كنت اللي هو تمام ماشي هات بقى كده. بصراحه ماجنتك البادز 3 والبادز برو سماعات فعلا محترمه جدا، وانصح لو عايز تجرب تجربه جديده ارخص كتير من الاوريجينال ايربودز. شكرا في الفيديو، اشوفكم في الفيديو.